ولكن إلا جاو يضربونا غنضربوه. يشهد المغرب منذ أسابيع حراكا اجتماعيا تقوده فئة الشباب تحت مسمى جيل زد 212، حيث خرجت مظاهرات في عدة مدن للمطالبة بتحسين التعليم والرعاية الصحية ومكافحة الفساد. تسمية جيل زد 212 لم تأتي من فراغ، فهي في البداية استخدمت من طرف بعض الأوساط الإعلامية والسياسية المحسوبة على الحكومة. فمصطلح جيل زد يرمز عالميا إلى الشباب المولودين في عصر العولمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أي جيل الإنترنت والهواتف الذكية. أما الرقم 212 فهو رمز الهاتف الدولي للمغرب، ما جعل الاسم يعكس هوية جيل مغربي رقمي يعيش بين تحديات الواقع المحلي وانفتاح العالم الرقمي. ومع الوقت تبنى شباب الحركة هذا الاسم كتعريف لهم، معتبرين أنه يلخص طبيعة حراكهم وأحلامهم. هذه الاحتجاجات عرفت صدامات مع السلطات واعتقالات أثارت جدلا واسعا بين مؤيد ورافض. في المقابل أكدت الحكومة أنها منفتحة على الحوار وتعمل على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. اقتصاديا يسجل المغرب معدل تضخم منخفض عند 0.3% مع توقعات بنمو جيد مدعوم بقطاعي الفوسفات والسيارات. القضية اليوم تطرح سؤالا جوهريا: هل تستطيع الحكومة الاستجابة لمطالب الشارع دون المساس بالاستقرار؟ أم أننا أمام مرحلة تغيير اجتماعي عميق؟ أم أننا ثمرة تدخل الملك لتلبية مطالب الشعب والحد من الفساد؟